السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء يوم الخميس أنه فتح تحقيقا بشأن منتخب الجزائر للسيدات على خلفية مزاعم بارتكاب مخالفات لأنظمة ولوائح الكاف خلال كأس إفريقيا المقدم للسيدات الجاري حاليا في المغرب. وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان أنه لن يدلي بأي تعليق إضافي بشأن هذه المسألة في حين الانتهاء من الإجراءات. ورغم أن البيان لم يوضح طبيعة المخالفات المرتكبة إلا أنه يرجح أنها مرتبطة بقيام البعثة الجزائرية بحجب الجزء الذي يشير إلى البلد المحتضن وهو المغرب بالشارات التي تعلق على الصدور أثناء الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام. وكذا قيام طاقم الجزائر بوضع لصاق أسود على شعار الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم الموجود على كراسي الاحتياط. وبالإضافة إلى ذلك قامت القنوات الرسمية الجزائرية بإخفاء عبارة المغرب وشعار شركة الخطوط الملكية المغربية الراعية للبطولة خلال نقلها للندوة الصحفية الخاصة بمدرب المنتخب النسوي الجزائري.